يا اهلا وسهلا، جايبه لكم منتجات للشعر والبشره. جربتها وحقيقي تستاهل تجربتها، تستاهل كل مليم دفعته فيها. رغم ان الحاجات دي كلها مصريه، ما فيهاش اي حاجه مستورده وما فيهاش اي حاجه مقاطعه. وحاجات بقى تضرب حاجات المقاطعه، سوري، بالشوز. يلا بينا نشوف ايه الحاجات دي، علشان حرفيا هتكتشفوا معايا حاجات خطيره وعن تجربتي الشخصيه كمان. اول حاجه حبايبي هتكلم عن حاجات ليها علاقه بالجسم وبالبيبيز، وبعدين نمسك بقى الحاجات اللي ليها علاقه بينا احنا. بصوا بقى، اول حاجه عايزه اقول لكم عليها اللي هو الشامبو والبلسم بتاع نونو. عايزه اقول لكم ان هو ريحته خطيره، بتخلي ريحه الشعر حلوه قوي بتاعت زين، وبتخلي كمان شعره ناعم كده ورطب شويه وهادي. كمان بتخلي ريحه جسمه حلوه، لان انا بستخدمها له كشاور او شامبو او بلسم زي ما هو مكتوب عليه. والعبوه دي هتكفيكم كتير جدا، يمكن قعدت معايا بقالها حوالي 7 شهور ولا حاجه. فهي كبيره وهتكفي معاكم كتير، ودي حجمها 200 ملي. فبجد انا انصحكم بيها جدا، خصوصا انها مصريه، صناعه مصريه وانا افتخر بيها. تاني حاجه اكلمكم عنها وهو شاور دوش. شاور دوش ده انا جبت منه كيس، هو بيبقى فيه منه طبعا ازايز، بس انا جايبه منه الريحه دي حلوه جدا جدا. وعايزه اقول لكم ان هو مصري طبعا، ريحته حلوه. بتمسك كده في الجسم شويه. كمان مش بيحسس الجسم، وبجد خطير. والريحه دي منه خطيره حلوه قوي، عامله زي ريحه الصابون كده اللي هو ايه، بتاع زمان ده. بس هي ريحته تمشي. بس انتوا ممكن، انا صراحه لو جربته تاني وجبته، انا هجيبه واستخدمه كهاند ووش، مش هستخدمه كشاور. طب ليه؟ يعني هو عمل حاجه في الجسم؟ لا، هو ما عملش اي حاجه في الجسم خالص. بس انا مشكلتي معاه حاجه، ان هو ريحته مش عارفين انتوا، مش ريحه برفيوم بقى والانوثه الحاجات اللطيفه دي. كمان عايزه اقول لكم عن الطمي المغربي دوت. العبوه دي بتاعت الطمي المغربي وبتاعت الحمام المغربي. عايزه اقول لكم ان هي حلوه جدا جدا جدا. بصوا، انا قربت اخلصها. بستخدمها للبشره خطيره، بستخدمها للجسم خطيره. بتفتح وبتشيل البقع الداكنه. بترطب بالوش. بتخلي كمان الزيوت اللي بتبقى موجوده في البشره، عشان احنا بشرتنا دهنيه، بتخلي الزيوت دي تقل تماما. وانا حقيقي ما بستغناش عن ماسك الطمي المغربي في الصيف، لان دي اكتر وقت في الصيف بيطلع لي فيه حبوب وبيطلع لي فيه دهون كتيره قوي بسبب الحر اللي بيبقى موجود. يعني احنا حرفيا بنسيح، فده بيساعدني جدا ان هو يظبط لي كده البي اتش بتاع البشره. وكمان هو يعني مش عارفه هو غالي ولا لا بصراحه، بس اعتقد لا، ان العبوه كلها كنت عامله 150 او حاجه. فانا بنصحكم جدا ان انتوا تجيبوه، لان هو بجد حلو جدا جدا. طيب، الحاجه اللي بعد كده ليها علاقه بالشعر. نخش بقى على حاجات الشعر. بليس او بلس، تحفه 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 تحفه. الليف ان ده، انت لو ما جربتيهوش يبقى فايتك نص عمرك. حقيقي يا جماعه، من الحاجات الجميله للاكتشاف، اللي سعرها حلو، باكج حلو، الكواليتي حلو. هتديكي نتيجه في شعرك خطيره ممتازه. انا ده كله مش اعلان، ده كله تجربتي الشخصيه. دي حاجه خطيره. ده كان بزيت الارجان اويل. اولا بيخلي ريحه شعرك فوق الخيال. حرفيا اقسم بالله بيخلي ريحه شعرك حلوه جدا جدا جدا. بيخلي كمان الملمس بتاع شعرك جميل. لو عايز تعمليه كيرلي، ممكن تغسلي شعرك عادي وهو كده مندي، بتروحي حاطه عليه وبتروحي لفاه بالفوطه الفايبر وخلاص. شوفيه بعد كده تلاقيه كده شعرك ملموم وحلو، حتى لو هو كيرلي. فهو تجربه ممتازه، وانا مش ما بستغناش عنه، ودايما بجيبه. وبقالي فتره بصراحه شويه صغيرين ما جبتوش، بس دلوقتي ان شاء الله افتكر النهارده ان انا انزل اجيبه. كمان الباكج بتاعته ممكن تعيدوا استخدامها، يعني ممكن ايه، لو انتوا عايزين تشيلوا اللزق اللي موجود عليها ده. بصوا، يعني الباكج بتاعته حلوه جدا طبعا. فانتوا ممكن تعملوا كده وتشيلوا كل حاجه من عليها بالشكل دوت، وتستخدموها كهاند ووش على حوض المطبخ او حوض الحمام او اي حاجه. فانا كمان بحب جدا اعاده استخدام الحاجه. بصوا، فانا يعني انا بقول لكم بس ان احنا ممكن نعيد استخدام الحاجه شايفين شكله حلو جدا. ممكن تحطوا عليه رسمه، ممكن ترسموا عليه حاجه، ممكن تكتبوا عليه، ممكن تحطوا عليه ستيكر. فهو انا بحب جدا اعاده استخدام الحاجه. قبل ما ارمي الحاجات دي، عايزه اقول لكم ان مكوناته، يعني تاني مكون على طول هو الارجان اويل. وبعد كده في حاجات كتير جدا، في كليسرين، وفي في مواد تانية كتير بصراحة مش مفهومة بالنسبة لي، بس هو
خطير وحلو قوي، وانا بتمنى تجربوه، بتمنى كمان تعملوا اعاده تدوير لاي حاجه بتستخدموها عشان ده بيفرق جدا في الحاجات اللي احنا بنشتريها من بره. فانت عندك حاجات شبه كده بالظبط والله، بتحط على الحوض بتاع الحمام، بتحط فيها الهاند ووش، او بتحط فيها كمان صابون المواعين يعني. فاحنا ليه ما نستخدمش حاجه كده؟ مش عارفة. تاني حاجة وهو الزيت ده يا جماعة، الزيت ده خطير، ده بزيت اللوز، سوري ده بزيت الزيتون، بيدي ريحة للشعر حلوة قوي. عايزه اقول لكم حاجه، انه بينعم الشعر جدا. ففكروني ان انا يوم النهارده تقريبا او بكره مش عارفه عايزه اعمل حمام زيت لشعري، بيخلي ريحه الشعر حلوه جدا، بيخلي كمان ملمس الشعر مترطب. مش من نوع الزيوت اللي انت بعد ما تغسليها بالشامبو، طبعا لازم تغسلي الزيت بالشامبو بعد ما تعملي حمام زيت، لا، من انواع الزيت اللي بتخلي شعرك ريحته حلوه ومترطبه جدا جدا بعد الاستخدام. الحاجة الأخيرة عايزة أتكلم عنها، وللأسف دورت عليها تكون عندي بس الظاهر إنها اترمت من غير ما أقصد، وهو أكياس الحمام الكريم اللي قدامكم ده. دي شركة جديدة طالعة اسمها نتائج طبيعية. عايزة أقول لكم إن ده من أحلى الحاجات اللي اكتشفتها بسبب المقاطعة. فأنا بشكر جدا جدا حوار المقاطعة ده، لأن هو خلينا نكتشف منتجات مصرية تستحق الظهور وتستحق التجربة وتستحق كل جنيه أنت بتدفعيه فيها. فأنا مجربة الشاور البلسم سوري الحمام الكريم، في منه حاجات كتيره جدا، في منه حمام كريم، في منه كريم ترميم للشعر، في منه كريم للشعر، في منه كريم فرد الشعر، في منه انواع كتيره جدا، وكلها بتبقى اكياس زي ما انتم شايفين، او كمان برطمانات. بس الاكياس هي المنتشره جدا. فهو حلو ان هم نازلين السوق الاول باكياس، بحيث انت تجربي الكيس ب7 جنيه. الكيس ب7 جنيه بيكفي الشعر كله. فانت متخيله ان انت ممكن في كل غسله تجيبي الكيس وترطبي شعرك. حتى الكلام ده ينفع للطلاب، ينفع للامهات اللي مش عندها ميزانيه لنفسها، فممكن وهي بتشتري كده حاجه للبيت تروح شاريه كيس كده لنفسها. بس انا عندي تعليق صغنون على الشركه دي، انها بس عايزاها تحط عطور ريحتها احلى من كده. هو عطور حلوه اللي موجوده في حمام الكريم وكل حاجه، بس انا محتاجه ان الريحه فيه في روايح كده بتحبي تشوفيها، بتحبي تشميها في الشعر. فانا محتاجه جدا تحط الروايح دي زي الحاجات اللي هي كانت، اللي احنا دلوقتي استغنى عنها بقت مقاطعه، مش عايزين نفتكرها خالص اصلا، احنا كنا ما كناش بنستخدمها قبل كده. المهم، فانا اكتشفته وحبيته جدا، ونفسي جدا الاقي حد حواليا بيبيع منه البرطمانات، لان كل المحلات اللي حواليا منزلاه اكياس، عشان يعني يقولوا لا ده كيس وانتوا ايه لسه هتجربوه لسه هتشوفوه. واوقات كتير ناس بتقول ان هو مش بيبقى معاها ميزانيه تشتري برطمان فبتشتري اكياس. فانا شايفه ان هي بصراحه برضو موضوع الاكياس ده حلو جدا. انت لو طالبه مش معاكي فلوس كتير تشتري، فانت ممكن تشتري انت راجعه من الدرس او راجعه من الجامعه او موجوده في بيت الطالبات. ممكن لو انت ام ونازله تشتري حاجات للبيت تقدري تشتري لنفسك. ممكن اي حاجه ممكن تشتريه كده كذا كيس وتهدي بيهم حد. فهي بتبقى صراحه فكرة روعة وحلوة عجباني جدا. بتمنى منكم تروحوا تشتروه. انا حرفيا شعري بيترطب جدا بسببه، بيقعد مترطب فترة طويلة قوي قوي، خاصة الكريم او حمام الكريم بتاع ترميم الشعر، الماسك اسمه ماسك ترميم الشعر، خلى شعري مترطب لفترة طويلة، اكتر من اسبوعين والله العظيم. فانا مستغربة اللي هو ايه ده. انا النهاردة ان شاء الله هنزل اشتري منه. بس انا عايزة اقول لكم ان كيس حمام الكريم بيبقى ب7 جنيه، لكن حمام الترميم بيبقى ب10. ماسك الترميم بيبقى ب10. الكريم تقريبا بتاع الشعر او كريم الفرد، في برضو كريم فرد فيه على فكرة بيبقى ب15. ففي يعني في اسعار متفاوتة، بس اسعارها كلها تقدري تشتريها اقل من 20 جنيه. تقدري تشتري حمام كريم يرطب لك شعرك ويعمل لك كل ده. ف واحدة حب بقى، عشان انا بجد معجبة جدا بالفكرة دي. يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم، تكون كده اكتف معاكم الفترة دي رغم امتحاناتي. فعايزة اقول لكم اي فيديو انتوا بتشوفوه دلوقتي بينزل على القناة، سواء ده او غيره او غيره، بيبقى متصور قبل الامتحانات. فادعوا لي اكون ان انا وقت ده ان شاء الله اكون بمتحن. فادعوا لي ان ربنا يعدي على الامتحان على خير وانجح وافرحكم كده كلكم، وانتوا كمان تذاكروا وانجحوا، وان شاء الله نتقابل في الاجازة في اكتيفيتي كتير قوي، او انشطه كتير قوي هنعملها في القناه ان شاء الله هتعجبكم كده وتنبسطوا بيها. بحبكم قوي قوي. باي باي.